الفيديو اليوم راح نحكي عن المرأة التي فاجأت وصدمت السوريين بحلوى تدعى الشوكولامو. يعني أنا شخصيا انصدمت الصراحة، يعني ضاعت طفولتي وضاعوا أيام حياتي وأنا ما بعرف شوكولامو. فخلينا نبلش الفيديو. كيفكن يا اساطير؟ معكم احمد مرسالي في فيديو خطير. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسى حط لايك وتفجر زر الاشتراك تفجير. بونجور يا جماعه، بونشوار، كيفكن؟ شو الاخبار؟ فيكن تشغلوا المترجم اذا ما لكم فهمانين علي، لاني انا هي لهجتي من يوم دقيقه كانه ابو الشوكولامو عدى. كاسة شوكولامو حتجيب بعد هناك. مثل ما سمعتوا بالمقدمة يا جماعة، اليوم رح نتعرف على اختنا، لا مو اختنا، صديق ولا صديقتنا، مخلوقة مدري منين جاية. بدها تعلم السوريين اللي ما بيعرفوا شيء. يعني طبعا يعني انا ما بعرف شلون عايش كنت قبل ما اشوفها، فاجت بدها تجبر بخاطرنا وتعلمنا شغلات كثير نحن بنجهلها. يعني طبعا لانه احنا السوريين كلياتنا جهاله معلم، ما في بيناتنا حدا بيعرف شيء، فهي جاي تعلمنا. يعني انا هلا كنت بدي اخلص تصوير هذا الفيديو وانزل اصطاد فريسه، عرفتوا؟ غير هيك ما نلاقي اكل ناكله. خلينا نشوف ونسمع كلامها ونشوف شو هي بدها. النازح السوري في لبنان مخيف وخائف. مخيف ايه؟ خائف من شو؟ هلا الاعلاميين معلم بس لو حالهم مقطوعين بيجيبوا سيره السوريين. يعني اي سوري معلم نعمل منه محتوى، عرفتوا؟ يعني بيعرفوا مجرد ما يحكوا كلمه سوري بتلاقي الفيديو نط مليون مشاهده. يعني حتى لما يدرسوا اعلام بيعطوهم انه كل ما قطعتوا لقيتوا حالكم مقطوعين حطوا صورة السوريين. يعني هن بيشمسوكم وبيشهروكم وبيجيبوا لكم مشاهدات. هلا انا جاي اشمسها هي. يعني مخيف ايه؟ خائف من شو؟ مخوفني لإلي، مخوفنا لإلنا. مخوفها يا جماعة السوري. يعني هي كل ما تطلع على الشارع بتطلع زفيف الشارع سوريين. يعني لازم يجيبوا جهاز كاشف للسوريين، نحن عم نعمل له الرعب في قلوبهم. لكن اذا بتنتبهوا يا جماعه حاطينها بعيد عن المذيع شيء 3-4 متر. شكله حكي الفنانه اصاله صح انه بتعض وكذا. خلينا نكمل. ليش خايف؟ ميكي خايف انه يرجع على سوريا. اكيد اذا بخاف يترك باريس الشرق ويرجع على سوريا، لانه لما شاف لبنان ما صدق. يعني هو لما شاف لبنان ما صدق معلم. يعني نحن عم بقول لك انا هلا كنت رايح اطفي الفيديو واروح اصطاد فريسه، لا بسافر على لبنان احسن. يعني شو ما عدني هون انا؟ انه هو بيقعد مع اللبنانيين اللي عم بيتعلموا يقولوا بونجور، يعني صباح الخير ما بقى تعجبهم. Par exemple, bonjour, bonsoir, bonne année, bonne fête, bonne chance. بعمل يا جماعه السوريين بيعرفوا فرنسي من التسعينات ومدام نضال ما لها خبر في الموضوع. يعني ولا كانوا السوريين تعلموا فرنسي بالمدارس وانجليزي، ولا ما في مدارس اصلا بسوريا. يعني جينا على لبنان انبهرنا من الموضوع انه بيعرفوا يحكوا فرنسي. اول ما شافوا نضال انصدموا، مو انصدموا انه بيعرف يحكوا، انصدموا انه في هيك مخلوقات على وش الارض. يعني انه هو بيقعد مع اللبنانيين. عليه حلال اذا السوري بيقعد معك بالمنام، ها مو بالواقع، بالمنام بفيق مكوبس بيصير معه بصفار. خلينا نكمل ونسمع حكيها لنوصل لشوكولامو، لنشوف ايش الوضع يا جماعه. ننزل نصطاد فريسه ناكلها ولا ناكل شوكولامو احسن لنعرف شو هذا الشوكولامو. هذا كلام في عنصريه. ليش؟ انه كيف بتفسر العنصريه؟ الاستهزاء بالاخر، يعني انه ما كان يعرف يقول. بس هذا كلامك فيه عنصريه. لا ليش عنصريه؟ يعني ولا عنصريه في الموضوع. يعني اللي عم بيتعلموا يقولوا بونجور، يعني صباح الخير ما بقى تعجبهم. يعني هي كلمة بونجور وبونسوار بتحس جدا اخترعوا، عرفتوا؟ كان قاعد هيك لحاله قال العم شلون بدي اغير كلمة مساء الخير صباح الخير بونجور بونسوار. يعني بعدين مسكتها هي وصارت تدافع عن حقوق جدة يا جماعة. جدة اللي كان عامل شوكولامو كان يبيع بالحارة شوكولامو، انه ما كان يعرف يقول بونجور. هلا صار ما بيعرفوا يقولوا بونجور، هذا وصف مش استهزاء. لا بيعرفوا يقولوا بونجور ولا جود مورنينج، وكل شيء بالطب معربينه. كثير هلا بيحكوا عربي يا جماعة. يعني ما بيعرفوا يقولوا بونجور جود مورنينج، لا بيقولوا صباح الخير ومساء الخير. شو هالمرجعية هي؟ يعني لسه بيحكوا عربي، شو هالحكي هذا؟ لساتهم بيقولوا السلام عليكم والصباح الخير ومساء الخير. ايش قد قدام. حتى يعني البنسلين بيكتبوها بالعربي. عيب. يعني وين جواز سفري انا؟ خليني وما بعد بنسلين بيكتبوها بالعربي العمل. هلا بيحكوا عربي السوريين، شو هذا؟ الله يسامحك يا جدو، ليه ما علمتني فرنسي يعني انا وصغير؟ لا ماشي على هالشغله. لا مش عيب انه واحد يكون متشبث بلغه بلده، بلغه امته. لا شو عم تحكي؟ يعني واحد هيك طول عمره يضل يحكي عربي ومتشبث بلغه بلده ويفتخر شو هالحكي هذا؟ ما عندنا نحن هذا الشيء. لازم كل يوم نغير لغه، يوم بونجور يوم جود مورنينج. يعني بعد بكره بنحكي اي لغه ثانيه، هولندي الماني، المهم ما نضل نحكي عربي يا جماعه. ايش في تطوروا؟ في اختلاف كبير بالثقافات. بقول لك ما بنعرف نتفاهم على بعضنا. العم يا جماعه ما اعرف انا وين تروح بحالها، وين تعيش هي حدا مثلها بيقول بونجور وجود مورنينج وبونسوار؟ وين تعيش حتى تلاقي حدا مثقف مثلها مثل ثقافتها؟ ما عم تسمع غير كلام عربي. ايش هذا؟ ومش عيب كمان يعرف لغات الآخرين، وهذه مش إهانة إنه
يحاول مش عيب يعرف ما عم تعرف تحكي حتى يا جماعه. خلي تحكي فرنساوي وترجموا لنا عربي، يعني عم تضطر تحكي عربي المخلوقه مشاننا. مش عيب كمان يعرف لغات الآخرين. مو عيب يعرف لغات الاخرين، يعني شوف لي كم دوله في بالعالم وكم لغه، خلينا نتعلمهم كلهم، ما ورانا شيء. عرفت؟ بنقعد نتعلم لغات. اول شيء نبلش بالبونجور والفرنسي مشان نقدر نتعامل معه. يحاول يقلدنا ليكون مثلنا. منا برأيك يحاول يقلدنا يا جماعه، ايش في؟ شوفنا شلون نحن بنحكي، احكي مثلنا. انت روح تعلم منا، اقعد قدامها، انتبه شلون بتحكي وتحكي مثلها. لا اله الا الله يا جماعه، مين بده يستحمل يقعد قدامك ويتعلم منك ويستحمل وشك بس؟ المشكل فينا يعني انه نحكي كلمة فرنساوي، كلمة انجليزي، كلمة عربي؟ لا، وين المشكل فينا؟ لا، وين المشكل فينا؟ نحن فينا مشكل، نحن على طول صح، نحن على طول بنحكي الصح. هن السوريين ما بيعرفوا يقولوا بونجور وبعدين مساء الخير، يعني لازم يدمجوا الاربع لغات مع بعضهم، عرفت؟ ويحكوا شوي عربي، يعني كرمال هيك البهارات. منا متشبثين بلغتنا كما يجب. نحن اشطر الناس باللغه العربيه، شو بنا باللغه العربيه؟ مين بيقدر علينا؟ هي اشطر الناس يا جماعه، ما واضح هذا الشيء، يعني ما عم تتأتئ ابدا المخلوقه وهي عم تحكي. هي اشطر الناس بكل شيء، بس السوريين ما شاطرين بشيء يا زلمه. ما في بيناتهم لا دكاتره ولا علماء ولا حدا منهم طلع على الفضاء مثلا، ما في هيك شيء بالسوريين. يعني خلينا نوصل لشوكولامو لنشوف ليش ما بنعرف شوكولامو. نحن اشطر من المصريين باللغه العربيه بعدنا؟ ومن كل الخليج العربي، معلوم. شملت المصريين معلم، بدها السوريين والمصريين والخليجيين يهجموا عليه، عرفت؟ لازم تذكر الكل مشان تضمن الترند، ضل بس تحكي على الاسلام وخالصه بتختم الترند. اللي بيعرف لغات اكثر بيكون اشطر واذكى باللغات الاساسيه اللغه الاساسيه اللي عنده، بيكون اشطر واذكى باللغات يعني مبين الشطاره والذكاء، يعني ما شاء الله على عندك. خلينا نكمل. رح يرجع النازح السوري الى بلاده برايي، وبده يرجع الى بلاده. هو ما بده طبعا، هو ما بده طبعا. مين في سوري بيحب يرجع لبلاده يا جماعه؟ احنا ما طلعنا مشان حرب وانه انهدم بيوت فوقنا وانه ما ضل طياره فوق سوريا، نحن ما طلعنا مشان هيك. نحن طلعنا حبا بالثقافه النضال الاحمدي، يعني نحن طلعنا على لبنان مشان نتثقف منه، عرفتوا؟ ما في سوري بيتمنى يرجع على بلاده. وين بدنا ناكل شوكولامو بعدين؟ لمين بدنا نقول بونجور وبونسوار؟ شو هالحكي؟ قال نرجع على سوريا. قال لك لازم يرجع بالقوه، يعني الا اذا عملوا لهم دوله بين هالدويلات، الدويلات اللبنانيه حطوهم فيها، لأ ما فينا نعيش نحن وياهم. يعني بين الدويلات اللبنانيه يعملوا لهم دوله للسوريين، يعني السوريين هلا ما عندهم دوله يا جماعه، يعني ولا كانه سوريا هيك قدام لبنان، يعني بده يعملوا لها دوله لسوريا بقلب لبنان، عرفتوا؟ والله يا جماعه ما بدنا نعمل عنصريه، واللبنانيين المحترمين على راسنا واخواتنا، بس اللي مثل هدول لازم نمسح فيهم الارض، عرفتوا؟ ما بعرف انت، انا اذا عم بطلع عنصريه بحكي، بس انا ما بقبل. لا عم نحكي سياسه. انا ما بقبل يبقى السوري بلبنان. وين العنصريه بالموضوع؟ كملي تعفيس، كملي حكي قصدي. عملوا له دوله يعني، او تركوا لي محل لإلي، وهل بيساعوا؟ دقيقه يا جماعه، هي بدها انه تتركوا لها محل لها، ما في قبور فاضيه هي باقي لها سنتين يعني انا سنتين كثير، يعني كم يوم وبيخلص. عم تتمتع بانفاسها الاخيره، بدها تاكل شوكولامو. اتركوا لها يا جماعه محلات، يعني اتركوها عم تخرف علينا هلا شوي، عم تطالع تخريفه. هل نحن بمستواهم الثقافي والعلمي والادبي الرفيع؟ هل هن بمستوانا؟ لا اكيد لا. السوريين بمستواكم؟ لا مستحيل. يعني شايفه كلامك ما فيه اي عنصريه، يعني عم بتطالع كل تخريفه علينا. استحملوها يا جماعه. ابطال السوريين اللي دعسونا بصباطهم وحكمونا سنين واحتلوا البلد. ايوه يا جماعه دقيقه، هي في حدا داسها من السوريين، يعني في حدا بجوز مرق ما انتبه عليها دعسه وضل ماشي، فمشان هيك هي مضغوطه كل هالقد، عرفتوا؟ يعني بدك تعذري هذا السوري دعس عليكي، ممكن مو شايف اشكالك، ما انتبه عليك، عرفتي؟ لان السوريين ما بيشوفوا هيك اشكال. يعني خلينا نكمل يا جماعه. هيدي كثير مهم احكي لك اياها. عم بقول له بليز تعطيني شوكولامو. هي جينا للشوكولامو يا جماعه، واخيرا رح نعرف شو هو الشوكولامو. نحن السوريين ما بنعرف، خلينا نشوف. عم بقول له بليز تعطيني شوكولامو، فقال لي شو؟ قلت له والله ما بعرف، ما هيدا مش مترجم بالعربي، اسمه شوكولامو. راحت على مطعم لقيت واحد سوري شغال بمطعم، قالت له اعطيني شوكولامو. ما عارفه المسكين، يعني ما اجت نضال الاحمدي علمته شو هو الشوكولامو، يعني سوري الزلمه ما بيعرف. خلينا نكمل. قلت له حبيبي انت لو رحت على امريكا شو اللغه اللي بتحكيها؟ قال لي بتعلم انجليزي وبحكي انجليزي. قلت له طب انت بلبنان تعلم اللهجه اللبنانيه. قال لا. يعني انت بلبنان تعلم تحكي اللغه اللبنانيه؟ ايش في ما بتعرف شوكولا بليز؟ يعني ايش في يعني؟ فهلا يا جماعه خلينا نجي للجد ونفرجيها للانسه نضال مدري مدام ما بيهمني يعني الصراحه، لان هي بقى لها يومين وتودع. خلينا نورجيها السوريين من ايمت بيعرفوا الشوكولامو يعني، بس خلينا نورجيها شيء من الدراما السوريه من ايام التسعينات والالفينات. خلينا نشوف. مروا شو بتحبوا تلبس؟
أنا مثل العادة غير كشكفي وأنا شوكولامو. شفتي في عينك يعني ضل طلعوا السوريين بيعرفوا الشوكولامو من ايام ما كان جدك صبي. الله يرحم جدك لما كان يتمرى بعلبة السمنة. فلهون بيكون انتهى الفيديو يا اساطير. انتوا اعطونا رايكم بالتعليقات ولكن باحترام، تمام، بنحضر حساباتكم يعني. بونسوار للفيديو الجاي. بونسوار اذا كان عندكم مساء، وبونجور اذا كان عندكم صباح. لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، لان كل واحد رح يحط لايك رح اعطيه شوكولامو. هيك نحن شوكولامو من وزن وتوزيع. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.